بعد ما شفنا في الجزء الاول ايه معنى تاثير الفراشه وعلاقتها بالمطرب الشعبي رضا البحراوي وسيد معزه سيد اسياد اللاعبين وتحقيق دوري ابطال اوروبا السنه الجايه، وحكايه النمله اللي كانت رافعه ايدها للسماء بتقول له يا رب ارزقني، وان انت تقف قدام القاضي تقول له يا قاضي انصفني، بقى تعرف حكايه سطح الواد حماده وعلاقته بيه، وازاي انت هتروح تسافر تشتغل في الخليج، وهل فعلا ممكن يكون في علاقه بين اسيستات محمد صلاح ووفاه دييجو جوتا لاعب ليفربول الايام اللي فاتت، وايه الخلاصه من موضوع تاثير الفراشه ده؟ عاوزين نعرف كل ده لما تيجي نركن الكره على جنب ونشوف الحكايه بتقول ايه. بس قبل ما نركنها على جنب انزل اتفرج على الجزء الاولاني لو ما اتفرجتش عليه، هتلاقيني سايب لك اللينك في اول كومنت وفي وصف الفيديو. معاكم حليق في الكره على جنب، وبينا نشوف الحكايه بتقول ايه. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا في غزه وفلسطين ربنا ينصرهم ويعينهم على اللي هم فيه، امين يا رب العالمين. وقبل ما نشوف حكايه سطح الواد حماده انزل اضغط اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. قبل ما نشوف سطح الواد حماده تعال اقول لك في السريع كده معنى تاثير الفراشه او الخلاصه من موضوع تاثير الفراشه ده. بيقول لك يا سيدي ان في احداث كبيره ممكن بتكون بتحصل قدامك او حصلت قدامنا، ولما بنيجي ندور على الاسباب اللي خلت الحدث الكبير يحصل بنقعد ندور 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 لغايه ما بنوصل لحاجه صغيره جدا او سبب صغير جدا، بتكتشف ان هو فعلا كان السبب في حدوث الحدث الكبير ده، رغم ان هو لما كان حصل انت عمرك ما كنت تتخيل ان هو يكون سبب في حدوث حاجه كبيره زي دي. ودايما بتوع الكوره بيستخدموه في انتقالات اللعيبه. بمعنى ايه؟ لو انت اتفرجت على الجزء الاولاني قلنا ازاي ان سيد معزه رجع برشلونه، ان كان في لاعب في الدوري الدرجه الثانيه في مصر راح الاهلي، وبعد كده لاعب من الاهلي اتحرك راح اوروبا، وبعد كده لاعب من اوروبا اتحرك راح امريكا، وبعد كده ميسي قام واخد نفسه وراجع برشلونه. شوف انت عمرك ما كنت تتخيل ان في لاعب من مصر في الدوري الدرجه الثانيه يتحرك يطلع الاهلي بسببه ان ميسي يرجع برشلونه. هو ده ببساطه معنى تاثير الفراشه، من ناحيه الاحداث الكبيره اللي احنا ممكن نفسرها ونوصل للاسباب بتاعتها، او من ناحيه انتقالات اللعيبه اللي دايما بتوع الكوره بيستخدموه فيها. تعالى بقى نشوف حكايه سطح الواد حماده. بيقول لك يا سيدي كان في واحد اسمه حماده شغال محاسب في شركه كبيره قوي في الخليج. ام حماده زي بقى امهاتنا الجمال اللي كانت بتربي بط فوق سطح الواد حماده. حماده ده كان عنده جار في مصر اسمه مصطفى، ولاجل الحظ مصطفى برضه كان شغال في نفس البلد اللي حماده شغال فيها في الخليج. انت ولا تعرف حماده ولا تعرف مصطفى ولا عمرك شفتهم ولا حتى من البلد بتاعتهم. مصطفى خد اجازته السنويه ونزل مصر يقضي اجازته فيها. ام حماده عرفت قالت لك ده فرصه حلوه جدا ان انا اذبح بطتين اخدهم اديهم للواد مصطفى يبقى يديهم لحماده لما يوصل بالسلامه. وفعلا خدت البطتين وطلعت على مصطفى سلمت عليه وقالت له يا مصطفى لما توصل بالسلامه يبقى ادي البطتين دول لحماده. مصطفى يخلص اجازته وياخد البطتين ويطلع على الخليج. يجي دور مين؟ لا دورك انت لسه عليه شويه. يجي دور خالد صاحبك. خالد صاحبك يبقى صاحب مصطفى وفي نفس الوقت ولا عمره شاف حماده ولا عمره سلم عليه. خالد لما عرف ان مصطفى وصل بالسلامه كلمه وقال له فينك يا درش عاوزين نشوفك ونقعد معاك. قال له والله يا خالد انا لسه واصل معايا شويه حاجات بجهزها عشان اروح اديها لواحد صاحبي من البلد هنا. قال له حلو جدا، طب ما ايه رايك اجي لك ناخد الحاجه نوديها له وبعد كده نطلع نكمل سهرتنا مع بعض. قال له خلاص انا مستنيك. وفعلا خالد خد نفسه وراح لمصطفى وخدوا البطتين وطلعوا على حماده. قعدوا مع حماده يتكلموا ويهزروا وشربوا الشاي مع بعض. وهم بيتكلموا جت سيره الشباب اللي تعبان ومحتاج يسافر عشان يشق طريقه. يجي دور مين بقى يا منجه؟ يجي دورك انت. في يوم من الايام وانت بتكلم خالد صاحبك في الغربه كنت قلت له ان انت خلاص عاوز تسافر، وسالت على الشركات اللي انت ممكن تسافر عليها، وناس كتير شكرت لك في اسم شركه او اتنين، وعشان الصدفه الجميله تحصل تطلع شركه من الشركات ديت شركه حماده اللي شغال فيها. طبعا خالد وهو قاعد مع حماده اول ما عرف اسم الشركه بتاعته كل اللي جه في باله انت وحكايتك. طبعا هو ما كدبش خبر وكلم حماده وقال له عليه. حماده قال له صاحبك لو عاوز يسافر لا يجي على الشركه ديت يا اما بلاش. وعشان الصدفه الجميله تكمل يطلع ان شركه حماده نازله مصر الاسبوع اللي جاي عشان تعمل مقابلات وتاخد ناس جديد. وفعلا حماده يقول لخالد على اسماء المكاتب والعناوين اللي الشركه بتاعته بتتعامل معاها في مصر، ويقول له خلي صاحبك يروح يقدم ورقه في المكاتب وان شاء الله اول ما الشركه تنزل تعمل مقابلات وهيكلموه ويعملوا معاه المقابله. وفعلا تاخد ورقك وتروح تقدم في المكتب وتستنى ان المكتب يكلمك عشان تيجي تعمل المقابله. وفعلا الشركه تكلمك عشان تيجي تعمل المقابله وتروح تعمل المقابله والشركه تنبسط منك جدا وتقول لك الف مبروك انت مقبول معانا وجهز ورقك عشان تسافر. واول حاجه تعملها ايه لما تسافر؟ تاخد نفسك وتروح لخالد صاحبك تسلم عليه وتروح لمصطفى وحماده وتاكلوا البطتين اللي كانوا بيتربوا فوق سطح الواد حماده.
نفهم ايه بقى من الموضوع ده يا مانجا؟ نفهم ان البطتين اللي كانوا بيتربوا فوق سطح الواد حماده كانوا مهمين في حياتك جدا، اهم من حاجات كتير انت كنت متخيل. يعني لو ما كانش فيه بطتين او ما كانش فيه سطح الواد حماده ما كانش فيه سفر للخليج وما كانش فيه ابشر طال عمرك. وعلى فكره القصه ديت حصلت بالفعل، بس طبعا بتغيير الاسماء وبتغيير المسميات وحاجات بسيطه في القصه. وتعالى بقى نشوف ايه حكايه اسيستات محمد صلاح وعلاقتها بوفاه ديوجو جوتا لاعب ليفربول الايام اللي فاتت. بس قبل ما نشوف حكايه صلاح واسيستاته، لو عجبك الجزء الاول من الحلقه انزل اضغط اللايك واشترك في القناه. ايه حكايه بقى صلاح واسيستاته وايه علاقتها بوفاه ديوجو جوتا لاعب ليفربول الايام اللي فاتت؟ بص يا سيدي، اللي اتفرج على الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت ممكن يكون عارف انا بتكلم في ايه، واللي ما اتفرجش تعال اقول لك الحكايه كانت ازاي. محمد صلاح السنه اللي فاتت كان عامل موسم اسطوري زي ما عودنا دايما من بعد ما وصل ليفربول، خد هداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت واكتر لاعب صناعه للاهداف. من ضمن الاهداف اللي كان بيحاول يصنعها لزمايله كان في ماتش ما بين تشيلسي وليفربول في الدور الاولاني، محمد صلاح استلم كوره على حدود منطقه جزاء ليفربول، حب يعملها كره طوليه لديوجو جوتا عشان يروح ينفرد بالحارس، بس طبعا مدافع تشيلسي ما سابش جوتا يروح ينفرد بالحارس واتدخل عليه تدخل عنيف قوي. التدخل ده عمل اصابه لجوتا في صدره خلته يغيب بسببه شهرين وعملت له مشاكل كتيره قوي في التنفس. الدكاتره بسبب المشاكل اللي حصلت في التنفس ديت منعته ان هو يركب طيران. ويجي يوم وفاه ديوجو جوتا زي ما احنا شفنا في الاخبار ان بيقول لك ان جوتا كان هو واخوه راكبين العربيه بتاعته ورايحين يلحقوا رحله ليه على سفينه عشان هتاخده توديه انجلترا، عشان زي ما احنا قلنا ان هو ممنوع يركب طيران. وزي ما احنا شفنا في بقيه الخبر ان العربيه التاير او الكاوتش بتاعها انفجر وخرجت بره الطريق والعربيه دخلت في الشجر اللي جنب الطريق وولعت وهو واخوه توفى. طبعا انت مستنيني هنا اقول لك ان ده تاثير الفراشه، ولو ما كانش محمد صلاح حاول يعمل الكره الطوليه لديوجو جوتا ما كانش زمانه مصاب وما كانش حصل اللي حصل. بس انا طبعا ما ينفعش اقول لك كده ولا انت تنفع تقول كده ولا حد عاقل يقدر يقول كده. ويجي هنا دور الكلمتين والخلاصه من موضوع تاثير الفراشه اللي انا كنت عاوز اقولهم لادوارد لورينتس اللي طلع لنا بموضوع تاثير الفراشه ده من الجزء الاولاني. تعال نشوف بقى ايه الخلاصه من الموضوع ده. بص يا عم ادوارد، انت بتقول لي ان رفرفه جناح فراشه فوق البرازيل ممكن تعمل لي اعصار في تكساس في الولايات المتحده الامريكيه، بتحاول تفسر لي الطقس المعقد اللي انت كنت شغال عليه، يعني ان حاجه بسيطه ممكن تحصل في الطقس ده في الاول ممكن تعمل لي اعصار وكارثه في الاخر. انت شايفها ان ده تاثير الفراشه، بس انا احب اقول لك ان احنا مش شايفينه ولا تاثير فراشه ولا نيله. عارف ليه احنا مش شايفينه كده؟ عشان ربنا بيقول لنا في كتابه الكريم ان كل شيء خلقناه بقدر، يعني ده قضاء ربنا وقدره. يعني الاعصار كان هيحصل سواء في فراشه رفرفت فوق سطح الواد حماده حتى ولا ما رفرفتش. يعني الحكايات اللي احنا قلنا عليها وفاه ديوجو جوتا كانت هتحصل سواء في تاثير فراشه في الموضوع او ما فيش. ولينا في قصه سيدنا موسى وسيدنا الخضر احسن مثال عن موضوع تاثير الفراشه ده من وجهه نظرك يا عم ادوارد، بس من وجهه نظرنا قضاء ربنا وقدره. ربنا كان بيحاول يقول لنا وبيحاول يفسر لنا ان ازاي قضاء ربنا وقدره ده بيمشي وايه حكمته وترتيباته في الموضوع. اللي ما يعرفش قصه سيدنا موسى والخضر يا جماعه هي موجوده عندنا في القران في سوره الكهف، وفي ناس كتير متكلمين فيها وحاكينها احسن مني بكتير. وانا هنا والله ولا بتكلم في الدين ولا بوعظكم ولا اي حاجه، بس انا بذكركم وبذكر نفسي. وتعالى نعدي عليها في السريع كده قبل ما نقفل الحلقه دي. بيقول لك يا سيدي سيدنا موسى كان بيخطب في يوم في بني اسرائيل، فطلع واحد فيلسوف برضه من بني اسرائيل، ما هو الفلاسفه عندهم كتير، طلع بيقول له يا موسى مين اعلم اهل الارض؟ فسيدنا موسى هنا نبي وكلم ربنا، وده حاجه كبيره جدا، ما حدش من الانبياء ربنا اختار ان هو يكلمه غير سيدنا موسى. فسيدنا موسى طبعا شاف نفسه اعلم اهل الارض وقام قايل له انا اعلم اهل الارض. ربنا زعل جدا من سيدنا موسى وعاتبه وبيقول له ازاي يا موسى انت بتقول كده وما تنسبش الفضل ليا؟ طب ايه رايك ان في عبد من عبادي اعلم منك؟ سيدنا موسى هنا يكابر؟ ما يكابرش ابدا، ويقول له يا ربنا لازم تدلني على طريقه عشان اروح اقابله واتعلم منه. وانا بحكي هنا الحكايه بالعاميه يا جماعه، وانا بقول لكم انا مش بتاع دين ولا بتكلم في الدين. المهم ان ربنا دل سيدنا موسى ازاي يقابل سيدنا الخضر، وفعلا راح وقابله. اول ما سيدنا موسى شاف سيدنا الخضر بيقول له بالله عليك انا عاوز صحبتك وعاوز رفقتك عشان اتعلم من العلم بتاعك. سيدنا الخضر يرد عليه ويقول له مش هتصبر على العلم اللي عندي؟ وهتصبر ازاي على حاجه انت ما عندكش علم بيها؟ قال له لا هصبر ان شاء الله. قال له طب خلاص تعالى معايا بس ما تسالنيش عن اي حاجه هتحصل الا لما انا اجي اقول لك ايه سببها. قال له ماشي ان شاء الله هتلاقيني صابر معاك ويلا نبدا رحلتنا. وفعلا ركبوا سفينه. اول ما ركبوا السفينه سيدنا موسى شاف سيدنا الخضر بيخرم السفينه، بيقول له انت بتخرم السفينه عشان تغرق اهلها؟ سيدنا الخضر يقوم رد عليه ويقول له مش قلت لك ان انت مش هتصبر معايا؟ قال له معلش خلاص انا نسيت والله ومش هسالك في حاجه تاني. نزلوا من السفينه قابلوا غلام سيدنا الخضر قام قتله. سيدنا موسى يقوم شايفه ويقول له يا نهار ابيض انت بتقتل نفس من غير نفس، دي حاجه كبيره جدا. قال له مش قلت لك ان انت مش هتصبر معايا؟ قال له والله نسيت اخر مره
وفعلا لو سالتك على حاجه تاني انت لك عذرك ان انت تفك الصحبه دي. يكملوا في طريقهم يوصلوا القريه، يجي يسالوا اهلها عن اكل او شرب، اهل القريه يرفضوا يدوهم اي حاجه. يكملوا في طريقهم وماشيين في القريه، سيدنا الخضر يلاقي جدار كان هيقع قام بانيه ومظبطه. فسيدنا موسى استغرب منه قوي، بيقول له انت بتبني الجدار وشفت اهل القريه ما حدش فيهم عاوز يدينا اكل وشرب؟ ده حتى كنت خد اجر عليه. سيدنا الخضر يقوم باصص لسيدنا موسى ويقول له مش انا قلت لك ان انت مش هتصبر معايا؟ ديت اخر حاجه بيني وبينك، وتعالى اقول لك عن الحاجات اللي انت ما رضيتش تصبر عليها. السفينه اللي انا خرمتها في الاول كان وراهم ملك ظالم بياخد اي سفينه كويسه، وانا حبيت اخرمها عشان تبان معيوبه، عشان لما يجي يشوفها يلاقيها معيوبه فما ياخدهاش. دول ناس مساكين بيسترزقوا منها. الغلام اللي انا قتلته كان غلام جاحد، وابوه وامه كانوا مؤمنين، وخفنا ان الواد الجاحد ده كان يرهقهم ويطلعهم بره المله، وربنا هيعوضهم بعيل صالح احسن منه. الجدار اللي كان هيقع وانا بنيته كان تحت منه كنز لاتنين يتامى كان ابوهم راجل صالح ومات، وخفت ان الجدار يقع فالكنز يطلع، واهل القريه انت شفتهم ان هم ما فيش فيهم الخير وكانوا هياخدوا الكنز غصبا عن العيال. فاحنا حبينا ان احنا نبني الجدار عشان ما يقعش والكنز يظهر، والعيال ديت لما تكبر ربنا برضو كان هيقدر الاسباب ان الجدار ده يقع او هم يهدوه ويلاقي الكنز بتاعهم ويستقوا بقى الدنيا. ودي ببساطه يا جماعه وبمنتهى العاميه حكايه سيدنا موسى وسيدنا الخضر اللي كان ربنا بيحاول يفسر لنا بيها ازاي قضاء ربنا وقدره بيمشي وايه حكمته وترتيباته في المواضيع. طبعا احنا لو حبينا ندور عن تاثير الفراشه في الحكايه هنلاقي لها مليون مكان ومليون موضع في القصه كلها، بس طبعا زي ما احنا قلنا احنا ما نقدرش نقول على الكلام ده كله تاثير فراشه، ونقدر نقول بس ان ده قضاء ربنا وقدره، وان قضاء ربنا وقدره نافذ باي شكل باي سبب باي طريقه هتكون. ودول خلاصه من موضوع تاثير الفراشه والكلمتين اللي انا كنت عاوز اقولهم لادوارد لورنتس حلبسه اللي طلعنا بموضوع تاثير الفراشه ده. ولو انت قعدت معايا لغايه دلوقتي احب اشكرك جدا ان انت صبرت معايا لغايه هنا، وما تنساش تنزل تخبط اللايك والشير والسبسكرايب عشان انا تعبت جدا والله في الحلقه ديت لغايه ما طلعتها. شكرا ليك على وقتك واشوفك في فيديو جديد.